في قلب القاهرة كان هناك رجل يحلم بمصر حرة، لكن قناة السويس كانت تحت سيطرة القوى الأجنبية. في لندن وباريس كانوا يخططون لإبقاء مصر تحت سيطرتهم، لكن عبد الناصر كان يعد خطة سرية. في 26 من يوليو 1956 حانت اللحظة الحاسمة. صعد إلى المنصة أمام آلاف المصريين باسم الأمة، أعلن تأميم شركة قناة السويس. العالم كله توقف ليشاهد هذه اللحظة التاريخية. في لندن كانت الصدمة عارمة، وفي باريس لم يصدقوا ما حدث، لكن في شوارع مصر كان الفرح يعم البلاد. قناة السويس أصبحت مصرية بالكامل. هذا القرار غير مجرى التاريخ، وأثبت أن الشعوب يمكنها استعادة حقوقها. جمال عبد الناصر أصبح رمزاً للكرامة العربية، وقناة السويس أصبحت رمزاً للسيادة الوطنية. 26 يوليو 1956، يوم لن ينساه التاريخ.